السلام عليكم. شوف يا شباب، كنا عملنا فيديو هسيبه لك تحت في اول كومنت او هيظهر في القائمه اللي فوق عن صوت تكتكه كده بيحصل في الموتوسيكل في اول الطلعات، يعني في اول الغيارات، اول الغيار. خلاص، قلنا السبب ان ده صوت تخبيط الجنزير في المقص. المفروض ان الجنزير يا شباب في تحته البلانشه دي او الجلده دي بتخليش الجنزير يخبط في المقص، انما الحقيقه في احيان كتير بتلاقي الجنزير جاي بعيد عنها، يعني اهي هي موجوده ولكن الجنزير بيخبط جنبها ما بيخبطش فيها. هي البلانشه دي المفروض مقفوله من جوه، لكن القفل اللي من جوه ده مش عملي وما بيطولش وبيقع على طول، لان هو مسمار مربوط بورمه في جلد، فما يطولش ابدا ومستحيل عمره يكون طويل اصلا وبيقع. وبتلاقي البلانشه دي بتبعد عن المقص، مش مظبوطه مع المقص. تمام كده، فده اللي بيحصل. التكتكه بس اللي مش عارف، لان هي صوتها مزعج جدا، وللي مش فاهم هي يعني مرعبه الحقيقه. تحس ان الموتور قافش كله، التروس بتاكل في بعضها كلها. الرجاله مش فاهمه بتقول لك ايه اللي بيحصل في الموتور من جوه، الصوت ده جاي منين بالظبط. اهو ده يا شباب، بص الاول نسمعكم الصوت اهو. بص، ده في اول الطلعه. هو سؤال برضه، اشمعنى في اول الطلعه؟ يعني ليه ما يفضلش يتكتك على طول؟ لانه خد بالك الجنزير في اول الطلعه بيعمل كده، في بدايه الشد بيعمل كده، انما لما الموتوسيكل سرعته بتعلى الجنزير بيستقر بيثبت، فما يخبطش بقى بعد الطلعه او بعد السرعه ما تستقر. فعشان كده هو بيحصل في اول الطلعه بس احنا في الفيديو اللي ظهر في القال اللي فوق او من شويه او في اول كومنت كنا قلنا لك هتربط البلانشه دي بقفيز عشان تشدها تحت الجنزير وتربط القفيز. الحقيقه ده حل وعملي وكويس وكل حاجه، انما احنا حاولنا النهارده نشوف حل افضل شويه كمان. ليه بقى؟ لان الحل الاولاني بيقعد فعلا فتره 4 شهور 5 شهور، انما انت بتيجي بعد مده كده بتلاقي يا اما القفيز بسبب الزيت وكده بتلاقي القفيز اتفك حل ساب، او بتلاقيه اتقطع، او بتلاقي القفيز شد البلانشه قطعها. وهنا بتحتاج انت كل فتره 3 4 شهور كده تنزل تحت المقص وتصين وتعمل وتجيب قفيز تاني وتخرم في مكان تاني، ودي شغلانه الحقيقه متعبه. النزول تحت الموتوسيكل يا شباب والجنزير وشغل الجنزير والبلانشه ده بالذات شغلها رخم جدا. فاحنا حاولنا النهارده نشوف حل اسهل واكثر استدامه معاك ان شاء الله. علاجه سهل او عمايلها سهله جدا، اسهل من البلانشه والقفيز خالص، وفي نفس الوقت تطول مده اكتر. طب هتعمل ايه بقى؟ هتشوف الحته اللي المقص بيخبط فيها وتغطيها، تعمل عازل ما بين المقص والجنزير. هتجيب حته من كاوتش داخلي وتقصها بحيث تكون مظبوطه على المقص مكان ما الجنزير بيخبط، ويستحسن تكون حته دبل مزدوجه زي دي، عشان خاطر لو واحده بس بتبقى ضعيفه قوي. خد بالك يا غالي ان الميكانيكيه ما بتعملش الحاجات اللي زي كده، ده مش شغلهم، يعني ما ينفعش تفرض عليه يشتغل حاجه زي كده. الميكانيكي بيصلح لك شغل المصنع، اللي هو بيقفل لك البلانشه اللي تحت الجنزير زي ما بتكون جايه من المصنع، وقلنا ان دي بتفك تاني، وهو الميكانيكي ما بيعملش اكتر من كده. فلو حابب تعمل الحكايه دي افهمها هنا كويس، لانك ضروري هتعملها بنفسك، ما قدامكش حل تاني. هتجيب الحته اللي انت جايبها من الكاوتش الداخلي، هم حته دبل زي ما احنا اتفقنا، عشان لو فرع واحد بيبقى ضعيف ومش احسن حاجه، يعني ممكن عمره يبقى قصير، واحنا دلوقتي بنحاول نعمل حاجه عمرها اطول يعني. وهتلزقها تخليها حاجه واحده بس، قطعه واحده، من خلال لزق امير زي ما انت شايف كده بالظبط اها. كده بقت الاتنين كتلة واحدة. هنحط بقى هنا ونلزق في المقص، في المكان اللي المقص بيخبط فيه. اهي يا رجالة، كل ما تديها امير كويس ان شاء الله تبقى افضل. تعالوا كده بقى نحطها. يا رب تكون باينة. هم. هم.
باين يا رجاله ولا ايه؟ كده بقى المقص، شايفين المقص في اول الفيديو كان بيخبط ازاي؟ شايفين كده؟ خلاص كده انسى، وانسى الحكايه دي ان شاء الله لفتره طويله جدا. تمام. دي يا شباب المشكله هنا. البلانشه دي بقى بالسلامه، انت هتسيبها هي مريحه على جنب زي ما هي كده. وهنا يا شباب تاخدوا بالكم من كذا حاجه. اول حاجه لازم تكون الجلده دي هي جلده الكاوتش الداخلي دي. يعني في حد ممكن يقول لك طب ما نجيب جلده اتقل كده ولا حاجه على الاقل زي البلانشه بتاعه الموتوسيكل يعني ونلزقها. اقول لك لا، خليك في الجلده الضعيفه دي، بالكتير تخليها دبل، بالكتير يعني عايز تخليها فرع واحد برضو يمشي الحال في البدايه كده يعني. اشمعنى؟ لان في احتماليه، لان الموضوع لسه في التجربه يعني، في احتماليه ان الامير ده ما يقعدش لازق كتير. احنا دلوقتي في مرحله الانتظار. هل الجلده دي هتفضل ملزوقه كده في المقص مدى الحياه، ولا هل هي دلوقتي هتاخد لها شهر ولا اسبوعين وتروح واقعه؟ خلينا في احتمال ان هي هتقع. ممكن طبعا هي لو وقعت هتقع بعيد يعني، انما في احتمال ان هي تقع على الجنزير، فلو وقعت على الجنزير ممكن تروح على الترس. فلو راحت على الترس مع الجلده الضعيفه دي مش هيحصل اي حاجه، وهتلف مع الجنزير عادي وانت هتشيلها وخلاص وانتهى المشكله. ويبقى حاجه اخيره بس، وهي البتاعه دي هتفضل ملزوقه فتره قد ايه؟ طبعا لو وقعت عادي مفيش اي مشكله خالص. احنا في حاجات ثانيه بتلزق اقوى بكتير من الامير، وفي لزق صناعي كده هنعمله مع بعض ونحضره وهنعمله بحيث ما يفكش مدى الحياه فعليا. انما خلينا نشوف الامير لانه هو ارخص واسهل وبسيط كده من غير كلكعه. فخلينا نشوف الامير هيقعد قد ايه، هل هيقعد مدى الحياه ولا شويه كده وهيحل. وضروري جدا يا شباب المقص يكون نضيف كويس قوي، ولا زيت ولا اي حاجه، يكون غسل الموتوسيكل. وكمان تغسل الحته اللي هتلزق عليها كويس قوي. ليه؟ عشان الامير زي اللي احنا عايزين نلزقها ما تحلش تاني.